قناة سبيستون لمواليد التسعينات كانت بالنسبة لنا تقريبا كل حاجة. احنا لا كان عندنا لاب ولا تاب ولا تيك توك ولا موبايل ولا الكلام ده. خلص المدرسة اجري ارمي الشنطة وافتح اتفرج على سبيستون. فالنهاردة انا جاية اقول لكم احسن 10 انميات في سبيستون انا شفتهم. بانكاي. السلام عليكم، انا اسمي دينا وبقدم محتوى انمي. ولو اول مره تشوفني كمل الفيديو للاخر. لو عجبك يا ريت تعمل سبسكرايب ويا ريت كمان تعملي لايكس على الفيديو ده. مش هطلب المره دي لان المره اللي فاتت طلبت منكم رقم، الرقم ده ما جاش، نفسيتي تعبت. فلا، اللي عايز يعمل لايك يعمل، واللي مش عايز شكرا. اول واحد معانا اجنحة كاندان. من وانا صغيره بصراحه انا ما كنتش فاهمه الانمي ده عايز ايه. المشكله يعني ان انا كنت بكراش على الناس دي، فعشان كده انا كملته. لكن هم عاجبني، لكن انا لا فاهمه حاجه ولا فاهمه الناس دي فضاء في ايه ولا هم عايزين ايه، ولا فاهمه لغايه دلوقتي قصه الانمي ده. الانمي اللي بعد كده سابق ولاحق. سابق ولاحق يعني على جيلنا جاب لنا تدمير. يعني ايه، عربيه انت بتسوقها وبتمشي وبتجري وراها وطير يا مجنم. بجد كان حماسي جدا، كنت بحب الشخصيات، الرسم كان غريب. سابق ولاحق نفس الشكل بالظبط، بس واحد احمر واحد ازرق. والعربيات الصغيره دي انتشرت على ايام جيلنا بطريقه كبيره جدا، وكانت هديه تروح بيها لحد. انت رايح بعربيه سابق ولاحق، انت جايب له هديه محترمه. الانمي اللي بعد كده المقاتل النبيل. الانمي اللي خلاني عايزه انزل دلوقتي اتعلم كونغ فو ولا كاراتيه اللي كانوا باللعبه اللي بيلعبوها دي. انا دلوقتي عايزه ابقى قويه، اتصرفوا. بحب الاغنيه بتاعته جدا. من همي في حياتي وانا صغيره، طبعا سبيستون كان بتقطع علينا الكلام ده، هل اكيرا هيتجوز البنت دي؟ السؤال ده لغايه دلوقتي انا ما اعرفش اجابته. هتخليني اروح اتفرج عليه في الياباني. والله كنت ناويه اتفرج عليه بالياباني عشان اعرف اكيرا والبنت دي اتجوزوا ولا لا. فلو حد يعرف بليز طمنوني. الانمي اللي بعد كده ادغال الديجيتال. وخليلي بالك ادغال مش ابطال. انا ما كنتش بحب ابطال الديجيتال، مع احترامي ليه كان جميل جدا ولا تبكي يا صغيري، لكن انا ادغال الديجيتال كنت مرتبطه بيها اكتر من ابطال الديجيتال. كنت بحب الاغنيه بتاعته طبعا. اي حاجه رشا رزق لو كحت انا هقول لها الله. الانمي اللي بعد كده باص المدرسه الساحل. بص يعني هو ده مش هتلاقي ناس كتير بتحبه غيري، اللي انا كنت بحبه. انا ده دايما لما اصحى الصبح الاقي الدنيا بتمطر جامد والجو ملعبك، فبابا يقول لماما خلاص احنا مش لازم نودي دينا المدرسه النهارده. يا ده انا كنت عايزه اروح. اقوم افتح السندوتشات اللي ماما عاملاها، افتح الاقي باص المدرسه السحري. فكان باص المدرسه السحري مرتبط معايا بذكريات ان انا غايبه النهارده وقاعده. كان بيدي كمية معلومات، بالذات لما بيدخلوا في جسم البني آدم من جوه، لما يسافروا الفضاء، لما كنت بستفيد بيه بطريقة رهيبة. الانمي اللي بعد كده، الانمي اللي الى الان افتتاحيته او الاغنية بتاعته تبكي الجميع. لو انت عندك 80 سنة هتعيط لما تسمع اغنية انا واخي. كنت بتفرج وقلبي بيتعسر. انتوا حالتكم صعبة جدا، انتوا اطفال يعني بجد انا حزينة. المواقف اللي بتحصل بين الاخوات الصغننين لما بيمسكوا في بعض، لا بجد انا بحب قوي الانمي ده. ولغايه دلوقتي في شويه اغاني بتخليني اعيط، وانا واخي لو اغنيه اشتغلت هعيط عادي جدا. بعد كده حكايات ما احلاها. بصوا انا متاكده ان مش كتير كانوا بيتابعوا الانمي ده، بس هو كان بالنسبه لي كل يوم او كل حلقه جديده بقصه جديده. وكانوا بيعملوا قصص حلوه جدا، قصص عالميه وقصص حاجات كانت بتشدني جدا. بس بصراحه انا ما كنتش باللي هو منتظراه. هو لو جاي بعد قليل كوكب مش عارفه ايه حكايات ما احلاها هتفرج وابقى مبسوطه، لكن انا استناه لا. الانمي اللي بعد كده النمر المقنع. ما تتكلمش معايا. يعني ايه النمر المقنع؟ اللي ما بيحبش النمر المقنع يعني يمسح رقم. انا جت فتره في حياتي اتفرجت على مصارعه، والسبب كان النمر المقنع. بحبه جدا. وفكره بقى ان هو متقنع وان هو الصحفي، وبعد كده بقى ايه مش عارفين يكشفوه، وبعدين البنت كشفته. بعد كده حبيب قلبي الغالي الجميل التحفه سلام دانك. بص انت ما شفتش سلام دانك، انت ما شفتش انميات رياضيه. ما تتكلمش معايا. مع احترامي الهايكيو، مع احترامي لكوروكو نو باسكت، سلام دانك الافضل في عالم الانميات الرياضيه. سلام دانك حاجه تانية. سلام دانك اللي قالك يعني ايه رياضه، يعني ايه تعمل انمي للرياضه. بالنسبه لي مش مجرد بقى انمي رياضي وكده، لا انا كنت في الماتشات انا بقف على صوابع رجلي من كتر ما انا خايفه ومتوتره وعايزاهم الثلاثيه في ساعه. يقعد يشوط الثلاثيه ويفتكر هو عمل ايه. بيضحك جدا. واخيرا افضل انمي بالنسبه لي على سبيستون، واللي لغايه دلوقتي انا بتفرج عليه لغايه حتى لحظتنا هذه، المحقق كونان. كونان المدبلج
ليه مكانه. لا بص بقول لك، كونان المدبلج لغايه دلوقتي انا بدور عليه في كل حته. بص انا متابعه مخلصه كونان طبعا، وشفت الياباني كله وكل حاجه، بس المدبلج لا، صوت جمهوري. الانمي تقريبا المدبلج الوحيد اللي انا اقدر اسمعه مدبلج احسن من الياباني. يعني انا بالنسبه لي الياباني طبعا حلو وجميل، بس المدبلج لا لا لا. وطبعا عايزه اقول الانميات دي ذوقي الخاص، ده رايي الخاص. فين ريمي، فين عهد الاصدقاء، فين الكلام ده؟ للاسف ما كنتش بحب الكلام ده، لكن انا مستنيه اسمع رايكم في الكومنتات. قولوا لي اكتر 10 انميات كنت بتحبها في سبيستون، خصوصا جيل التسعينات. وفي الاخر بجد انا بشكر سبيستون المره التانية للحفاظ على طفولتنا، وانتظروني ان شاء الله هعمل لكم اكتر 10 انميات انا ما بحبهمش في سبيستون، واشوفكم في الفيديوهات الجايه.